السلام عليكم. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ النهارده هبتدي في سلسله فيديوهات جديده وهي الكيو اند اي. ناس كتير قوي بتسالني عن السفر وعن المانيا، بس انا ما بقدرش ارد على كل واحد لان الموضوع صعب، لان انا بشتغل وبدرس وبعمل فيديوهات. فجات لي فكره ان انا انزل ستوري على الانستجرام واشوف الاسئله اللي هتبعتوها وابتدي ارد عليها في فيديو زي الفيديو ده على اليوتيوب. فتعال نشوف الأسئلة اللي جات لي، وهحاول لو في سؤال متكرر أو في أسئلة شبه بعض تكون إجابتها واحدة، هحاول أظبط الموضوع ده في المونتاج. فإن شاء الله مش هيكون ده الفيديو الوحيد، هيكون كل فترة كده أنزل ستوري أقول لكم إيه الأسئلة اللي عندكم، تكتبوها على الستوري على الانستجرام وابتدي أجاوب عليها على اليوتيوب. فيلا بينا. تمام. انا هبتدي اقرا الاسئله اللي جات لي على الستوري بتاعت الانستجرام، ولو في سؤال متكرر او سؤالين ليهم نفس الاجابه هحطهم مع بعض في المونتاج. فيلا بينا. اول سؤال: افضل موقع ادور فيه على الجامعه او البرامج لدراسه الماجستير؟ طريقه عمل الماجستير في المانيا. انا عامل سلسله فيديوهات على اليوتيوب قايل فيها الورق المطلوب للماستر او البكالوريوس، قايل فيها ازاي تستخدم موقع داد، قايل فيها ازاي تستخدم موقع يوني اسيست. فهي دي الطريقه ان انت تقدم فيها على الماستر او الباتشلر في المانيا. تاني سؤال: هل فرصه القبول في الباتشلر في المانيا متساويه سواء خدت سنه جامعه او سنه تحضيريه؟ موضوع ما مالهمش دعوه. انت خدت سواء سنه تحضيريه او سنه جامعه في مصر، الفرصه متساويه ومفيش اي افضليه لاي واحد فيهم يعني. هل فعلا ألمانيا بتدي رواتب للطلاب الوافدين اللي بيدرسوا هناك؟ ده لو انت خدت منحة. لو انت واخد منحة هتاخد مرتب، لكن انت لو جاي معكش منحة لا، مش هيدوك مرتب يعني. اكيد مش هيدوا كل واحد فلوس. ايه المستوى في اللغة تجعلني متمكن في الشارع واتكلم بدون ما افكر في الكلام او اللغة تعتمد على حسب الممارسة؟ انا شايف انا جيت ب A2. انا شايف اقل حاجة تيجي بيها هنا المانيا B1. ده الاقل مستوى تقدر تتكلم بيه في الشارع. ال A2 يعني مش احسن حاجة. اخبار الماستر هناك ايه؟ والحياة الدراسة مع الشغل والمصاريف والتعامل. ده سؤال عام قوي، بس لو انا الماستر اخف من باتشلر بسبب عدد المواد اقل، فانت تقدر، وباتشلر برضو تقدر تشتغل معايا يعني. لان انت في الاخر نظام الدراسة هنا مش زي مصر او مش زي الدول العربية ان انت عدد سنين، يعني مثلا مش هندسة مش 5 سنين، لا انت هندسة مثلا هنا 20 مادة. انت تقدر تاخد في الترم 7 مواد 5 مواد 6 مواد، بس ليك طبعا مينيمم سنين وليك ماكسيمم سنين. يعني انت مثلا تيجي في السنة تقدر تاخد من 4 مثلا، تقدر تاخد مادة، تقدر تاخد 7 مواد. فانت لما تاخد مواد اكتر كل ما تخلص اسرع يعني، فاهم قصدي؟ فانت لما بتيجي هنا بتشتغل 20 ساعة، بتاخد في الترم 3 4 مواد او 5 مواد او 6 مواد. فانت بتقدر انت اللي تتحكم براحتك. فالموضوع ده بيسهل فكرة الشغل مع الدراسة. والمصاريف زي ما قلنا 20 ساعة للطالب بيقدروا يخلوك ان انت تغطي مصاريفك وما تحتاجش اي فلوس يعني، او تقدر تكفي نفسك يعني. هل في بدائل للكشف في الحساب البنكي؟ في بدائل. هو ان انت تجيب ضامن مالي. ايه هو الضامن المالي ده؟ هنتكلم في فيديو لوحده عنه. او ان انت تجيب منحة، فانت مش هتحتاج الحساب البنكي. ازاي لو طالب جديد ولسه واصل المانيا يلاقي سكن؟ انا عامل فيديو على الانستجرام، بس برضه هقول هنا في شوية ابلكيشنز بتستخدمها زي في جيزوخت، في كلاين اند سايج. فممكن احط لكم صورة الفيديو بتاع الانستجرام وتقدروا تخشوا تشوفوه، او اللينك يعني تقدروا تخشوا تشوفوه، لان صعبة يعني. الاسهل ان انا احط لكم اللينك وتخشوا تشوفوه اسهل. الدراسة صعبة زي القاهرة ولا اصعب؟ لا، الدراسة اسهل من، يعني انا كنت في هندسة القاهرة. الدراسة هنا اسهل لان هنا مش زي مش متعصبين يعني. يعني مثلا في هندسة القاهرة كنت في مثلا مادة يقول لي احفظ القوانين كلها. هنا لا، بيقول لك خش بالداتا شيت وانت مش محتاج تحفظ يا باشا. انت مش محتاجينك ان انت تقعد تدش شويه قوانين. بلس ان هنا موضوع قايم على مشاريع. يعني مثلا في مواد كتير جدا، يعني لو باخد 5 مواد في 3 مواد مثلا ما لهمش فاينل، هو ليهم مشاريع. فالموضوع ده عملي اكتر واحسن. وفي نفس الوقت بيشيلوا عليك ضغط ان انت تقعد تذاكر تذاكر، لا انت بتطبق على طول. اتكلم عن كل حاجه تخص الاوس بيلدونج. اي تي مش ما فيش حد بيفيد خالص وانا بدور. بص انا بتكلم عن الاوس بيلدونج عامه على التيك توك، برضه هحط لينك هنا بحيث ان انت تخش تشوف الفيديوهات اللي اتكلمت فيها على الاوس بيلدونج. بس صعب ان واحد يقعد يتكلم على كل تخصص بعينه. يعني هتيجي واحد يقول لي اتكلم عن تخصص مثلا التمريض، اتكلم عن تخصص الاي تي، اتكلم عن تخصص البنوك. الموضوع صعب. هو انا هتكلم على الاوس بيلدونج عامه، وكل واحد بقى بيحاول يشوف التخصص بتاعه. ما اقدرش اتكلم عن كل تخصص.
ايه اهم الاشياء اللي لازم نهتم بيها او نجيبها معانا واحنا جايين لاول مرة على المانيا؟ ممكن اقول تبقى عامل حسابك الادوية هنا غالية شوية. الموضوع ده صعب برضه احصره، بس المشترك انا لما جيت هنا لقيت المشتركات غالية وانا كنتش عامل حسابي. بس الموضوع صعب يعني. هو اهم حاجة تبقى جايب معاك ادوية، لان هنا برضه الادوية غالية. حاجات ندمت انك عملتها وحاجات ندمت انك ما عملتهاش اول ما وصلت المانيا. الحاجه اللي انا ندمت ان انا ما جيتش بمستوى الماني كويس، فده خلاني اعاني شويه. وايه تاني؟ يعني ده اللي في بالي دلوقتي، ان انا كان نفسي احسن الالماني بتاعي اكتر في مصر، بحيث ان انا هاجي هنا الاقي، لان هنا برضو الشغل من غير الماني صعب. يعني حتى ما اتخرج ان انا اشتغل كمهندس وما يكونش معايا الماني، الموضوع مش سهل خالص. ده مشكله انا بواجهها في ان انا بحاول احسن الالماني مع الدراسه مع الشغل مع الكلام ده كله. افضل المجالات من حيث الشغل والرواتب في المانيا. آه يعني الموضوع ده انت تخش على جوجل وتدور عليه، بس الموضوع ما بتحسبش كده لان انت هتغير مجالك يعني. بس يعني ممكن افضل الحاجات سوفت وير. ايه تاني؟ موضوع صعب يعني، سؤال صعب. يعني الموضوع ده هيفرق معاك في ايه؟ بس يعني ممكن نقول السوفت وير مرتباتهم كويسة يعني. وهنا برضو الناس كلها عايشة حياة كويسة يعني. هنا بلد اللا فقر ولا غنى يعني. تلاقي المرتبات كلها بتتراوح مثلا من 2000 ل 5000 يورو. فانت اللي بياخد 3000 ونص، هتلاقي السوفت وير بياخد 4 ولا 4 ونص. فالفرق 1000 يورو أو 500 يورو، فاهم قصدي؟ هنا المرتبات مش قليلة قوي ومش عالية قوي، فاهم قصدي؟ كلهم واخدين رينج كده بحيث ان تعيش الناس كلها كويس. اتكلم على الاوز بيلدونج وفرص العمل اللي بيوفره، وهل ممكن اشتغل بشهادته خارج المانيا وبتوفيق عالمي؟ زي ما قلنا عامل فيديوهات على التيك توك على الاوز بيلدونج. حاجات اللي انت تشتغل بشهادته خارج المانيا دي على حسب الدوله. في يعني الموضوع يعتمد على الدوله اللي انت رايحها. هل سنين الدراسه بالجامعه بالمانيا بتتحسب معاك جنسيه ولا لا؟ شكرا مسبقا. آه انا كماستر بتتحسب. يعني انا دلوقتي مثلا هاخد مثلا سنتين عشان اخلص الماستر، محتاج سنة كمان وابتدي اقدر اقدم على الجنسية. طبعا التقديم بعد 3 سنين او 4 سنين، بس عشان انت تاخد الجنسية فيها سنة او سنتين كمان، فبتوصل ل5 سنين. بس ما اعتقدش ان انت مثلا لو بتاخد باتشلر تقدر تقدم وانت جوه الباتشلر. لازم تتخرج يعني، لازم تبقى خريج بعد ما خدت مثلا 4 سنين باتشلر او بكالوريوس او 5 سنين. لازم تتخرج الاول بعد كده تبتدي تقدم. لان انا معايا واحد في السكن بقاله 5 سنين ومع ما ينفعش يقدم. بس السنين بتتحسب، بس زي ما قلنا لازم تتخرج، ما ينفعش تقدم وانت طالب. معيش حق اني اجي المانيا ومش لاقي منحة من داد، في طريقة تانية اجي بيها المانيا؟ الضامن المالي زي ما قلنا، وان انت تحاول تقدم على منحة يعني. ايه الافضل في اللغة؟ هل اخد ايلتس او تويفل ولا اخد لغة الماني واسافر بيها؟ الافضل ملحوظة السفر دراسة الالماني. آه الاتنين. يعني ايه الاتنين؟ يعني انا من تجربتي انت مش هتقدر تتقن الالماني الا بقى لو بقالك سنة او سنتين عمال تدرس الماني. فانت الاسرع لو انت الانجليزي بتاعك كويس زي ما انا عملت يعني، اخد ايلتس او تويفل، اسافر في نفس الوقت اكون ابتديت في الالماني شويه في مصر، وما اجي هنا ابتدي احسن في الالماني. لكن لو انت عاوز تيجي تدرس بالالماني فانت هيحتاج منك سي اينس اللي هو ليفل التنين مجنح، فالموضوع ده صعب جدا. فالافضل ان انت تيجي دراسه بالانجليزي وبعد كده تيجي هنا تكمل بقى الالماني بتاعك وتحسنه. لما اجي الجامعه في المانيا لازم اقل حاجه حساب بنكي يكون فيه كام؟ لازم يكون في الحساب البنكي 11300. ليه اشمعنى 11300؟ لان انت كل شهر بينزل لك 927 يورو، فما تضربهم في 12 شهر بيبقى 11300. هل بتحتاج الحساب البنكي في اول سنه بس ولا كل سنه؟ بتحتاج الحساب البنكي في اول سنه بس. طيب هل بتصرف الحساب البنكي؟ لا، ما بتصرفوش. بتصرف اول شهر بس او شهرين، وبعد كده بتبتدي تشتغل وبتاخد مرتب من الشغل بيكفيك، والحساب البنكي بيفضل معاك او باقي الحساب البنكي بيفضل معاك. وما بتيجي تجدد الفيزا بتاعتك في السنة التانية بتبين لهم اللي انت شغال وتبين لهم العقد بتاعك، وهم بيكتشفوا يعني بيعرفوا ان انت خلاص شغال وتقدر تصرف على نفسك، فمش محتاج تعمل لهم حساب بنكي تاني. ازاي اكمل دراستي واشتغل كطبيب اسنان في المانيا؟ طب الاسنان في المانيا صعب جدا الدراسه فيه، فافضل حل ان انت بتعمل معادله. يعني إيه بتعمل معادله؟ بتخلص طب الاسنان في مصر وبتيجي هنا تعادل شهادتك، وده بياخد سنه او سنتين امتحان المعادله. تقعد تذاكر برضو وفي نفس الوقت بتشتغل جنب المذاكره دي، فبتقدر تصرف على نفسك. فطب هنا دراسته مش سهله خالص ان انت تتقبل فيه يعني. نسبه القبول فيه قليله جدا، وده مش كلامي، ده كلام الناس في المجال اصلا.
اذاكر اتقن الماني واحسن كل حاجه، ولا احسن اني امتحن جوتا ولا تلك؟ انا نبدا قريب. هو ده شكله مش مصري، اللهجه بتاعته صعبه، بس تلك اسهل من جوتا. انا حاجز امتحان تلك. والاوس بيلدنج هو محتاج بي اينس، فالافضل امتحن في تلك، ما تمتحنش في جوتا. الشغل والسكن في انبج متوفرين، وهل سهل اشتغل بالانجليزي للطلاب؟ ان شاء الله جاي قريب على نفس البرنامج بتاعك. السكن والشغل في انبرج. بص، هو الشغل صعب بالذات لو انت معكش الماني. موضوع يعني ربنا الحمد لله كرمني بشغل. معظم زمايلي موضوع صعب قوي ان هم يلاقوا شغل، بسبب ان هو زي ما بقول لك محتاجين الماني، وثانيا المدينه صغيره ففرص الشغل مش كتيره، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك محتاجين الناس يبقى معاهم الماني كويس. يعني مثلا لو انت عايز تشتغل في اتش اند ام او سيلز او اي حاجه، فانت محتاج تتعامل مع الالمان، فانت لازم الماني. ف فرص الشغل مش كتير. السكن ممكن يتدبر، تقدم على سكن الجامعه تلاقي سكن. يعني موضوع السكن مش مشكله زي الشغل. ايه المبلغ اللي تاخده معاك لحد ما تمشي بيه نفسك وتقبض او مرتب؟ من 1000 ل 2000 يورو. لان اللي انت لو اس بيلدونج فهم هيدوك مرتب، ف1000 عبال بس ما تيجي وتدفع تأمين السكن وتلاقي السكن وتبتدي تعيش وتاخد مرتب اول شهر، فهو من 1000 ل 2000 يورو يعني. ايه الكليات اللي ليها شغل في المانيا غير طب وهندسه وكده؟ السؤال ده جاي من مصر، انا عارف. بص، هنا كل الناس ليها شغل، مش مهندسين بس والدكاتره هم اللي بيشتغلوا، الناس كلها بتشتغل. لو انت بيزنس هتشتغل، لو انت محامي هتشتغل، لو انت يعني ليه ما يبقاش في شغل غير لطب وهندسه يعني؟ افضل شغل كطالب، اسهل شغل ان انت تشتغل في مطاعم، لان ما بيحتاجش لغة زي محلات البيع او الملابس والحاجات دي. بيبقى انت بس بتقدم طلبات، بتقطع بطاطس، بتغسل مواعين كده يعني. انا طالب في كلية لغات الترجمة قسم الماني في مصر. ايه افضل طريقة اجي بيها شغل بعد الدراسة وايه المطلوب؟ الكلام ده انا قايله. ف بس ايه مجالات شغل اللغات والترجمة في المانيا؟ وهل الشغل بيتطلب اعتماد كلية في المانيا؟ ما اقدرش اعرف طبعا مجالات الشغل في كل قسم او في كل مجال. وهل الشغل بيتطلب اعتماد كلية؟ آم، بص، في نقطة هنا. ان انت تيجي من مصر على شغل على طول مش سهل. الافضل ان انت تيجي تدرس. طبعا ممكن تيجي تعمل على شغل على طول، بس بعد الخبرة بقى يعني تبقى عنتيل في المجال بتاعك 5 سنين 6 سنين 10 سنين. لكن انت تيجي لسه متخرج او خبرة سنة سنتين وجاي تشتغل هنا بمجالك، صعب جدا. الطب في ألمانيا كبكالوريوس سهل؟ زي ما قلنا الطب صعب جدا القبول فيه، نسبة القبول فيه مش عالية. اسم جامعتك ايه؟ اوتي ها امبرج بايدن. انا عاوز احجز ميعاد تي ال اس لتوثيق الورق في نوفمبر، ومش لاقيه غير في اخر ديسمبر. هل في حل؟ فما فيش حل. هو كده المواعيد كلها مقفولة لغاية اخر ديسمبر. انا ناوي ادرس طب، فكنت حابب اشتغل حر زي حوار العربيات ده. انا مش فاهم السؤال. هل تعلم اللغة ممكن بسرعة لأني شغال في بنك ووقت قليل، وأدرس ماستر أحسن؟ اه، دراسة الماستر يعني دراسة كويسة. تعلم اللغة ده بيعتمد على الشخص. أنا شايف إن الموضوع معتمد على الشخص. في ناس سهل إن هي تحفظ في الكلمات، في ناس تفهم الجرامر، في ناس إن هي بتحب اللغات أصلا، فالموضوع معتمد على الشخص. نصيحة تقدمها لطالب تالتة ثانوي يخلص ياخد كليته هنا ولا بره؟ طبعا أنا نصيحتي لتالتة ثانوي إن هو يتعب أوي في تالتة ثانوي عشان يجيب المجموع اللي يخش المجال اللي هو عاوزه في مصر، ويقضي سنة وبعد كده يسافر على ألمانيا. لازم تقضي سنة في مصر عشان تتعدى السنة التحضيرية عشان مقرفة. في مكان يديني كورسات بضامن إني أشتغل معاهم وأرد الفلوس دي بعد الشغل؟ لأن ما أقدرش أقول لك على مكان يعلمك ألمانيا، بس أنا باخد مع مكان اسمه إيديكا، كنت باخد معاهم يعني. فمعرفش الحوار اللي انت عاوزه ان هو يضمن لك شغل بعد ما تخلص الكورس، لان ما فيش حد يضمن لك غير ما يكون انت الالماني بتاعك كويس اصلا. فانت لو الالماني بتاعك كويس مش محتاج ان الكورس يضمن لك مكان في الشغل يعني. السفارة كلفتك كام فلوس؟ وهل بتحتاج فلوس تاني بعد ما بتوصل؟ او ولو هتشتغل هناك هكفي نفسي ولا لا؟ السفارة كلفتني في حدود، قول من 5 ل 7 آلاف جنيه مثلا، توثيق اوراق وفلوس الفيزا دي على ايام. يعني الكلام ده من سنة، فانا مش عارف الاسعار دلوقتي عاملة ايه. وبتكفي نفسك لما بتشتغل هنا. السنة التحضيرية مفيدة لو أنا ما كنتش أحسن حاجة في ثانوي. أنا لو عاوز أفتح بيزنس برا ألمانيا ومعايا جنسية بياخدوا الضرايب. أول حاجة السنة التحضيرية زي ثانوية عامة، فأنت لو تعرف تتفاداها هتفاداها، مش موضوع يعني. وأنا لو عاوز أفتح بيزنس برا مصر ومعايا جنسية بياخدوا الضرايب، الموضوع ده يعني خد جنسية الأول بعد كده أفكر في الموضوع ده يعني.
ناس غريبة والله. بس اعتقد يعني بيبقى بس مش زي الضرايب اللي انت بتبقى عايش في مصر، لان انا سمعت قبل كده واحد كندي اتخلى على جنسيته الكنديه بسبب ان هو عمال يدفع فلوس وهو مش عايش في البلد. اعتقد ان انت ما بتدفعش نفس الضرايب اللي انت عايش في البلد، بس بتدفع حاجه يعني. ايه الحد الادنى للجي بي اي لازم اجيبه عشان اقدر اقدم على ماستر في المانيا؟ انت في جامعه ايه؟ موضوع الجي بي اي ده بيعتمد على الكليه اللي انت بتقدم عليها، هي اللي بتحدد الحد الادنى. فانت عايز تعرف الحد الادنى، خش على موقع داد، شوف الجامعه اللي انت عاوز تدرس فيها، المجال اللي انت عاوز تدرس فيه، الكورس اللي انت عاوزه، تقول لك اقل جي بي اي ممكن تجيبه كام عشان تقدم. فالموضوع ده معتمد على المجال بتاعك. ايه رايك في تخصص انجينيرنج مانجمنت؟ عشان عاوز اعمل ماستر فيه ومش لاقيه في الجامعات. آه كويس. انا كنت مقدم في جامعه في كولن اعتقد، ولا مش فاكر فين، بس هو موجود عادي يعني، مفيش حاجه اسمها مش موجود يعني. ايه افضل قناه على اليوتيوب اقدر اخد معاها الماني؟ هحط لكم اللينك. انا كنت منزل فيديو على الانستجرام. بتقضي يومك ازاي؟ والله بصحى بصلي، بعمل فيديوهين تلاتة، بروح الشغل، بذاكر لي شوية، اروح الجيم وارجع تاني. Is it easy to blend with society Germans and non-Germans؟ لا. يعني موضوع هنا مش سهل خالص ان انت تنخلط في المجتمع. بس الفكرة بقى ان انت بتلاقي ناس من بلدك، سواء بقى مصريين، توانسة، جزائريين، فبتلاقي في الكوميونتي بتاع بلدك فبتنخلط معاهم يعني. لكن انت تروح تنخلط مع المان الموضوع صعب، لان عاداتهم غير عاداتنا. بيشربوا بيرة كتير، بيسهروا كتير، هم اصلا يعني بيبقوا مش حابين، لان انت برضو الالماني بتاعك مش سهل تتكوميونيكيت معاهم، فهم بيكسلوا يتكلموا معاك انجليزي، فبيقعدوا معاك قعدتين تلاتة بعد كده ما بيبقاش في انخلاط يعني. سجلت الجيش ازاي عشان تعمل ماستر؟ انا واخد اعفاء عشان انا الولد الوحيد. انا في تالتة ثانوي، بفكر اروح اوس بيلدونج بعد ما اخلص اولى جامعة. هل هيبقى التقديم بقى صعب ولا هلاقي مشاكل؟ الاوس بيلدونج معتمدة على اللغة بتاعتك. انت معاك بي اينز او بيتس باي وشهادة ثانوية عامة هتقدر تقدم. الموضوع طبعا محتاج شوية حفرقة وشوية سعي، بس موضوع الاوس بيلدونج مش صعب زي الجامعة يعني. كيف اعمل محرك السيارة؟ لا انت محتاج محاضرة للانجن بقى. كم عمرك؟ انا عمري 26. انا دلوقتي في اولى ثانوي لغات في مصر. انا في اولى ثانوي لغات في مصر. ايه الحاجات اللي اقدر اعملها من دلوقتي علشان ازود فرصتي في السفر وانا بي اينس انجليزي؟ اتعلم الماني. لو انت متارجت المانيا اتعلم الماني، وكان معايا ناس في الكورس تانية ثانوي اولى ثانوي فتتعلم الماني. اتنبر الجامعة حلوة لو هدرس بيزنس. آه مفيش هنا جامعة وحشة يعني. جامعة حلوة. خريج بكالوريوس هندسة الأحسن ماجستير ولا أوزبيلدونج جارت للحصول على الجنسية؟ طبعا ماجستير يعني. آه... لو شخص دخل طب وخلص أول سنة جامعة وسافر ألمانيا، المفروض يكون جايب كام في ثانوية عامة؟ مستوى اللغة الألمانية إيه؟ زي ما قلنا القبول في طب مش سهل، ما تفكروش في طب يعني. بص حاولوا، جربوا، بس الكلام ده مش كلام يعني. الكلام ده الناس اللي في تمريض واللي في طب واللي في طب أسنان يعني. أنا ابن عمي طب أسنان عين شمس ومش عارف يجي دراسة طب في ألمانيا، بيخلص وهيجي معادلة. فده نصيحتي، ان انت الموضوع مش سهل ان انت تتقبل في طب في ألمانيا. ودي كانت حلقة النهاردة من كيو اند ايه. وان شاء الله كل فترة كده هنزل ستوري على الانستجرام، فاعملوا لي فولو على الانستجرام، بحيث ان يبقى في كوميونيكيشن ما بيننا وما بين بعض. عندكم أسئلة هجاوبها ونفيد بعض كلنا. فشكرا على حسن السماع.